السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا سعداء وهانيين. كيما راكم تشوفوا الوصفه تاع اليوم هي خضار مشكله بالدجاج. وصفه سهله وبنينه بنينه بزاف بزاف، تتكل هكا وحدها ولا تتكل بالخبز ولا مع الارز. صدقوني هي وصفه مميزه صح. نتمنى انكم تجربوها. نبداو في المقادير، نسميو بسم الله، نبداو على بركه الله. لكن قبل ما نبداو في المقادير نتمنى دعمكم للقناه باشتراككم في القناه ولايكاتكم اذا كان عجبكم الفيديو، وبارطاجيو الفيديو لحبابكم واصحابكم حتى تعم الفايده على الكل. نبداو على بركه الله، بسم الله. والوصفتنا اليوم نحتاجو ملعقه من السمن، تقدري تستبدليه بزيت زيتون المتوفر عندك اللي تفضليه. انا نستعمل السمن لاني نحب ريحته في الطياب. الصراحه يمد ريحه مميزه. بس هذا طبعا يرجع اختياري. نحتاجو البصله متوسطه وسنينه الثوم نحاولوا نزودوا شويه، لانه كما قلت لكم الوصفه تاع اليوم فيها الدجاج تاعنا يحب الثوم، الدجاج يحب الثوم يزيد يبن اكثر. البصله متوسطه. ناكد لكم على النقطه هذه حاولوا انكم البصل والثوم تربيوه في العرب اليدويه، المطحنه اليدويه، يعني العرب، مش بالمكنه الكهربائيه، لانه المكنه الكهربائيه ترحيه بزاف وتخلي لاصوص ثقيله والشكل النهائي ما يكونش مرتب للخضار، تجي الخضره مش باينه مليح. فمن الاحسن انك تستعملي العرب. نحط البصل تاعي والثوم ونخليهم يتقلاو مليح في التقليه هذه، بصل وثوم فقط، من ما نحط لهم حتى حاجه، ما نخليهمش يوصلوا انهم يحمروا، بس يتقلاو مليح. البصل تاعي نتاكد انه يذبال، وبعد ما تقلى لي البصل والثوم كيما راكم تشوفوا ذبال لي، بس ما نخليوهش يحمر. ناكدوا على النقطه هذه انه ما يحمرش، لانه لاصوص تاعنا بيضه فاللون الاحمر راهو يغمق لنا لاصوص. نستعمل الدجاج، انا اليوم استعملت فخاذ الدجاج. تقدري تستعملي الصدر، تقدري تستعملي الجنحين، تقدري تستعملي اي جزء من الدجاج واي كميه متوفره بالنسبه لك، يعني قليله ولا تزودي عليها هكا كيما حبيتي نتيا المتوفر عندك في الدار. نقلي الدجاج تاعي، ندير له شويه برك ملح، الملح شويه نزودو لانه الدجاج يحب الملح، وفي التقليه الاولى راهو يمتص لك هذاك الملح، من بعد كي تزيدي الخضره راهو الملح يقل. حطي شويه زياده في التقليه الملح يبن لك الدجاج، ونحطوا شويه فلفل حلو. الوصفه تاع اليوم ما نحتاجوش فيها توابل بزاف، نحتاجو فيها فلفل حلو ملح برك. اذا حبيتي تزودي شويه زنجبيل بصح، يعني اضافه يعني كيما حبيتي. انا ما درتش الزنجبيل، درت ملح وفلفل حل فقط. نغطي على الدجاج تاعي ونخليه يتقلى على نار قليله، يتشبع بهذا التقليه. هذيك التقليه راح دير فرق شاسع في الدجاج. وكما راكم تشوفوا انا الدجاج تاعي تقلى، وحتى البصل ذبال مليح وذاب، يعني في لاصوص يعني تقريبا ذاب. نحط له نزود له شويه معدنوس، كميه بسيطه برك، خاطر في الاخر انا نحطوا المعدنوس، يعني الكميه ما تكونش كبيره بزاف تاع المعدنوس. ونزيد عليها شويه تاع جلبانه. كيما راكم تشوفوا الجلبانه ما استعملتش بزاف لاني راح نحط خضار ثانيه، يعني الكميه تاع جلبانه قليله برك، ماهيش بزاف. بس تقدري تزودي جلبانه اذا حبيتي تزودي، ولا الاسره تاعك كبيره، ولا يعني حبيتي الله يبارك تحبي تزيدي، تقدري تزيدي الكميه على حسب المتوفر عندك وعلى حسب احتياجاتك. انا الكميه هذه كافيه جدا بالنسبه لي، خصوصا اني راح نزيد خضار ثانيه. كما راكم تشوفوا الجلبانه تاعي راها طابت. البسله بالنسبه للاخوه المشارقه راها استوت. نزيد لها انايا درك الجزر. انا الجزر اللي شريت الجزر الحجم تاعو صغير، يطيب يعني بسرعه كبيره. نحط الجزر يبدا يغلي شويه مع لاصوص، نخليه يقعد شويه مع لاصوص نطيبه شويه يدخل له طياب، وبعدها نضيف له باقي الخضار. والخضار اللي راح نستعملها اللي راح نضيفها هي بطاطا، جريوات كورجيت، كوسه بالنسبه للمشارقه، والبسباس ما نبيش المشارقه كيف يقولوا له البسباس، فينل. البسباس نقصوه
بالطول كيما راكم تشوفون. نحاول هذاك الجذع نخليه باش ما يتفتتليش في الطياب. الكوسه كيما راكم تشوفوا قصيتها على 4. والبطاطا نتمنى انكم تجربوا البسباس لانه صح طعم خيالي. انا لاحظت انه الاخوه المشارقه ما يستعملوش بزاف في المطبخ تاعهم، يعني حاولوا انكم تضيفوه سورتو صوص بيضه كيما هذه، راهو يدير يعني فرق شاسع في الطعم. كيما راكم تشوفوا انا نخلط الخضار تاعي ونغطي عليها ونخليها تستوي. وكيما تلاحظوا انا الخضره تاعي تقريبا انها بدات تطيب، وهذا وين يعني من ساعه ما بديت الطبخه ما حطيتش الماء حال يعني الان برك حطيت الماء، والماء اختياري. حبيتي تزيدي الماء يعني تحبي المرقه تاعك الخضار تاعك يجي فيهم صوص زياده يعني ما فيه شويه مرقه حطي الماء. ما حبيتيش الصوص تكون بزاف راها الخضار وحدها تطلق الماء وما تحتاجيش الماء نهائي. انا زودت شويه ماء وذقت الطعم يعني على الملح وزودت الملح ثاني شويه. الوصفه تاع اليوم صارت جاهزه، هذا شكلها النهائي بعد ما استوت. الريحه ما نحكي لكمش عليها، ثاني الطعم تاعها روعه. الليمون راهو مش فقط زينه، الليمون يدير فرق شاسع في الطعم. بالنسبه للصوص البيضاء يعني ضروري انكم تحصروا الليمون فوق لاصوص قبل ما تبداو تاكلوها. الوصفه تاع اليوم صارت جاهزه، نتمنى انكم تجربوها. دعمكم القناه، ناكد لكم دعم القناه بلايكات واشتراك وبارتاجيو لحبابكم، والى اللقاء مع فيديو ثاني. السلام عليكم.